أغلبكم سمع في اللي توفى، في اللي اسمه عزيز، مشهور السناب، أغلبكم يعرفه. اليوم صليت الفجر والإمام في الصلاة قرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله العظيم تذكرت هذا الشخص، حتى سهيت في صلاتي وتذكرت هذا الشخص اللي توفاه الله. هل هو كان على خير ولا كان على شر؟ الله عز وجل قال: فينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل راح يخبرك بالأعمال اللي كنت تعملها في الدنيا، هل هي خير أم شر. هذا الشخص إيش قدم؟ إيش المحتوى؟ أغلبكم شاف محتوى، وحتى أنا منهم شفت المحتوى اللي قدمه، شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أخي تخيل بعد هذا الصراع الطويل مع الحياة، 5 سنين 10 سنين 15 سنة، ثم ماذا؟ الموت. فينبئكم بما كنتم تعملون. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. هذه الرسالة إحنا ما نتشمت فيه ولا نتشمت في غيره، لكن هذه رسالة للأحياء. شوف أنت إيش قاعد تقدم. هذا الشخص كان يقدم شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نكون واقعين يا إخواني، نتكلم في الحق ولا نزعل. يقدم شيء لا يرضي الله عز وجل. كلكم شفت المناظر اللي يظهر فيها مع النساء، كاسيات عاريات، بلا خجل بلا حياء أبدا. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. لكن هذه الرسالة لصناع المحتوى الذين يقدمون نفس محتواه، أو حقين البثوث، أو تدرون ما أعني وما أقصد. والله وبالله وتالله راح يسألك الله عز وجل عن إيش قدمت في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والله وتالله وبالله يسألك الله عن عملك، إيش كنت تقدم عمل، وعن مالك من أين أنفقته وفيما أنفقته، وعن جسمك وصحتك ما فعلت بها، هل قدمتها في شيء يرضي الله في طاعة الله أم قدمتها في الحرام. وعن عمله، كل أعمالك هذه راح يسأل الله يوم القيامة. وراجع نفسك يا أختي قبل أن يأتي الموت. أهل القبور يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا حتى يعملون من الصالحات، حتى يسجدون لله سجدة واحدة. أموات محبوسون في قبورهم نادمون على ما فرطوا، والأحياء في الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه أهل القبور. فلا هؤلاء إلى هؤلاء يرجعون، ولا هؤلاء بهؤلاء معتبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأعمال الشر اللي كنت تعملها في الدنيا ما تنفعك في الآخرة ولا في قبرك، ما ينفعك بعد موتك إلا هذه الأشياء: ولد صالح، أو عمل صالح، أو علم ينتفع به. فاجعل لك أعمال يرضاها الله عز وجل في هذه الأرض حتى تكون منفعة لك بعد موتك. أختي في الله، لن ينفعك تبرجك ولا اتباعك هواك، لن ينفعك إلا عملك الصالح، وستحتاجين في قبرك. فهل عملت ما ينجيك من ظلمة وعذاب القبر؟ تذكر شيئا واحدا يا أختاه، تذكر في القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. سارع يا أختاه إلى التوبة، وانظري إلى أعمالك اللي تقدمين في هذه الدنيا، هل هي ترضي الله أم لا ترضي الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله سبحانه وتعالى راح يسألك عن أعمالك اللي كنت تعملينها في الدنيا. كل شيء سبحانه وتعالى يسألنا عليه، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا. وهذه رسالة إلى الشباب أيضا: لا تكون لك سيئات جارية. هذه السيئات الجارية من أعظم المصائب. تخيل تموت وتبقى لك مقاطع سيئة جارية وأنت في قبرك، وذنوبك تزداد. تخيل هذا الشيء، شيء عظيم يا إخواني. أنت ميت وذنوبك قاعد تزيد. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لنا عبرة جميعا يا إخواني في اللي ماتوا، لنا عبرة بأن نسارع إلى الخيرات، إلى الإكثار من الصلوات والطاعات والصيام، أن نؤدي حق الله على أحسن وجه، أن نسارع إلى الخيرات، لأن الموت آتي لا محال. إنك ميت وإنهم ميتون.
الموت يأتي لا محال، فلنقدم أشياء يا إخوان ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، الله أرحم به منا ومن أمه وأبيه، الله أرحم من الناس أجمعين، فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. لما تكاسلت عن طاعة وهممت بمعصية فتذكر الموت، واعلم إن الدنيا إلى زوال ولن ينفعك إلا عملك الصالح. عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. لن ينفعك أحد، لا مال ولا أهل ولا ولد، لن ينفعك إلا عملك الصالح، فماذا قدمت؟